المشاكل بتيجي لما حد يشاور عليها. فسيبيني اشوف شغلي. شغل ايه؟ هو انت لما تلعب في العداد تبقى بتشتغل؟ اصل انت مش فاهمه حاجه. اللمبه اللي بترعش في البلكونه دي مش معيوبه، ده الفولت بيرجف جوه السلك اكمنه قصدير مش نحاس. فتقوم ايه اللي بيحصل بقى؟ الفولتات بتتصادم مع بعضيها اثناء الرحله. فاحنا نعمل ايه بقى؟ نفك وصله العمومي ونحط طربوش على راس السلك يعمل كوبري فينظم حركه الفولتات فما تخبطش في بعضيها. فهمتي حاجه؟ ولا اي حاجه. بلا طربوش بلا سلك بلا فولتات. بقول لك ايه، حط العده دي كلها في جيبك ويلا بينا، مش عايزين مشاكل مع حد. بقول لك ايه، روحي شوفي كنكه البن اللي على البوتاجاز وعلى النار دي احسن تفور وتسقط في العين، ففك البوتاجاز 50 حته واصلحه بنفسي. لا لا لا، وعلى ايه؟ ده احنا ما صدقنا جبنا واحد جديد بعد ما قلبنا القديم جزامه. انت حر يا عادل، انت اللي هتتكهرب يا حبيبي، انا مالي. لا 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 لا، ايه يا ست انجي دي؟ مش الواحد يبقى هو خارج من بيتهم يخبر؟ على فكرة يا وديعة، بطلي تقولي أي كلام وخلاص عشان تخرجي من الموقف اللي بيحصل لك. بصراحه انت معاكي حق، اصل انا من كتر الخض بروح اتخض، فمن كتر الخطرفه بقعد اخطرف واقول اي كلام كدهوت والسلام. هي ايه الشنطه دي؟ انت مسافره؟ ده بعد إذن سيادتك يعني لو ما كنتيش هتتضايقي. وبعدين هو مش صابر بيه تحت هيختم لي ختم الخروج ولا مش موجود؟ لا طبعا موجود، صابر بيه هيروح فين يعني؟ طب عنك الشنطه انا انزلها لك. وديعة، أنا معيش فكة، لما أبقى أرجع بالسلامة أبقى أديكي اللي أنت عايزاه. ترجعي منين؟ يا اختي انت بتاخدي في وشك تقعدي لك قد اسبوعين ثلاثه، وبصراحه كده انا كاتة من العماره دي ولازم اطلع منك باي مصلحه. فيري نايس، يبقى عمرك ما هتاخدي مني فلوس تاني أبدا. يلا هاتي الشنطة وتعالي ورايا. لا شنطه ايه بقى؟ خدي يا ابله شيليها لنفسك بقى ما دام مفيش فك. وديعة، انجزي، عندي ميعاد طيارة. طياره؟ جايه بعيده تقعدي تلفي في السما انت والطياره بتاعتك دي، ما تلاقي ولا مطار فاضي يستلقاكي. يا وديعة جاي يا حلوه يا بدا يا ام شعر اصفر، جاي. وديعة، ايوه انا جايه اهو، انا جايه اهو. تعالي يلا. يعني ما انا جايه، انا يعني ماشيه بضهري، ما انا جايه لك اهو، بتزعق فيا ليه؟ امور. تعالي هنا. انت سايبه مدخل العماره اقصر من دواسه جزم على باب مدرسه ابتدائي فترتين. يا اخويا الدخه دي وايه اللفه والتفاصيل دي؟ بص عموما حقك عليا معلش، امسحها في دقني، انا كلها 3 ايام وماشيه وغايره من وشي، مش هتشوفوني هترتاحوا مني. ايه؟ عم رضوان اللي واقف في الكشك، عارفاه؟ عارفاه قطع ماله؟ بيمسي عليك وبيقول لك ربنا ينتعك بالسلامه، وبيبعت لك كروت الشحن دي هديه. لا 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 لا، ده حساب قديم، حساب قديم. لا لا، الامر يتطلب اجتماع عاجل. تجيبي لي صابر وتكون البيت فورا. حاضر هنجيب. انت بنت ما غيرتيش الفستان. هنيجي امشي يلا، امشي قدام. صباح الخير. صباح الخير. عادل، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. هنعمل ايه في موضوع وديعة اللي ماشيه دي؟ روح شوف شغلك انت يا شريف، ولما ترجع هبلغك بالقرارات اللي هوصل لها. استاذ عادل ارجوك بطل تتدخل في كل كبيره وصغيره في العماره من غير ما ترجع لنا. ده امر عام ولازم كلنا نتبحث فيه ونتشارك فيه بصفتنا كيان واحد. لا لا لا، ده ايه الفصاحه دي كلها؟ ده انت مستواك اتطور قوي 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 يا الله شيري. يخليك، ميرسي جدا جدا. وعلى فكره مستقبلك كمذيع شكله هياخد منحنى واسع. الله اكبر، الله يخليك، ده ميرسي جدا جدا على الكومبليمون الظريف ده يا استاذ عادل. ده سابني ومشي. جميل الراجل. بس شكله هزقني ولا ايه؟ مش عارف. معلش يا باشمهندس، ما صابر هو اللي حكم عليا. والصبر يحكم عليكي ليه؟ ما تولدي هنا. ما هو قصك اللي في بطني ده ولد عقبال املتك، وبعدين ده اخرة صبري بقى على ال3 بنات. الحمد لله. فاهل صابر بقى ايه؟ عاملين لنا فرح كبير قوي في البلد، وحالفين لازما ايهم ينزل في دار جده. مين؟ ايهم ابني. ابني الحمد لله.
قصدك ادهم؟ لا ايهم، انا هفهم حضرتك. وايهم دي معناها المصفى عقله قليل الفهم. او الشامخ حسب طوله. ده عشان الحسد يعني. حسد ايه؟ لا، ما احنا اصلا مش هنندهله باسمه، احنا لسه كده هوت بنختار ما بين اسمين دلع عليه، يا اما قاضي الهوى يا تامر هجرس حسب لونه. انا نفسي افهم انت ايه لازمتك في العماره دي؟ من يوم ما جيت وانت يا نايم في الاوضه يا نايم على القهوه. النبي انت جيت لي على الجرح يا استاذ، جيت لي على الجرح. الا قولي لي يا اختي، الراجل تعبان قوي، ما لاقيش عندك مقويات؟ قلت لك يا وديعه انا اخر واحده تستكرديها وتقلبي منها حاجات. انسي يا ماما. طب حضرتك مش فاكره؟ لا 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 مش فاكره حاجه خالص. صحيح، ما انت ما سبتنيش ولا فرصه ان انا اخدمك خدمه وافضل اقعد اعايرك بيها. اعمل ايه؟ ما انا يا حبيبتي بعمل حساب بكره. قال يا نحله خدي حساب العسل، قالت استعنا بالله على القرص. قصر الكلام. انت فاجئتيني بالكلام ده يا وديعه، والعماره مش هينفع تقعد من غير بواب. حكيم العماير دي زي الدول، من غير وزاره داخليه مفيش امن، والبواب هو امن وامان العماره. وانا رئيس العماره، وبصفتي رئيس العماره قررت اشكل وزاره جديده بعد انتوا ما قدمتوا استقالتكم. انت فاهم حاجه؟ كله. خلاص يا عادل مش اشكال، نبقى نعمل اعلان. وانت يا بديعه. وديعه يا ست هانم، وديعه. انت يا وديعه كملي شغلك عادي خالص ال3 ايام اللي جايين دول لحد ما نلاقي حد زيك، ولو اننا مش هنلاقي حد زيك. الصراحه انا معجبه بشخصيتك جدا، انا كاتبه كل تفاصيلك عندي عشان لو جاني دور بوابه اعمله وانا مذاكره. بوابه؟ ان شاء الله يا ست هانم، انا اتمنى ان يجيلك اي دور. كمان نفسي اشوف في اي لقطه. ده انا من ساعه ما اشتغلت في العماره دي من 3 سنين ما شفتلكيش ولا اي حاجه، ولا حتى كده هوت بتعدي من ورا اي ممثل، ولا بتطلعي زي العيال اللي بيشربوا عصير قاعده لنا كده. امشي يا بنت شوفي شغلك، يلا غوري في داهيه. خدي ضلك ده معاكي، امشي. احنا هناخد الكيكه. سيبي الطبق. ادي الطبق، بس هناخد الكيكه. غور يا ولد. حرق الدم. معلش يا حبيبتي ما تزعليش. المهم فكرة الإعلان رائعة وعبقرية، علشان كده عايزك تساعديني في كتابته بقى، بما إنك قاعدة طول النهار ما بتعمليش حاجة وبتدوري في إعلانات مطلوب ممثلين. أنا عكيت صح؟ اوعى. Finalement, les pyramides restent mystérieux et charmants à travers l'histoire et les temps. Fascinent le monde entier. À la fin de notre épisode, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Merci, شريف الجبالي. Au revoir. ليه يا ابني انت صورتني يا ابني؟ انا طالع عندك. يا حبيبي مش قلت لك صورني بالموبايل بتاعي واديتهولك؟ حرام عليك، انت نمت، احنا على الهوا. توت. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ما بيردش. العيال ولاد مصطفى دول الاشقية بيتبلوا علينا وضربوا البنت كمان. ماما انا محدش يقدر يضربني. اسكتي انت. قولي لها شايفه الولد بقى عامل ازاي؟ يعني ضربها براسه في كوعها مثلا. ماما مش كوعها، دي رجليها. انت عارف لو ما اتصرفتش في الموضوع ده انا ممكن اعمل ايه؟ يعني هتعملي ايه يعني؟ يعني بنت بتضرب الولد وفي الاخر نطلع احنا اللي غلطانين؟ هو مروان شافني ماشيه راح شدت شعري من غير ما اشتمه زي كل يوم. على فكره ده مش انا، ده زياد. انا عارفه بقى. يعني ابنك ده ولا ابنك الشقي ده بيشد شعر بنتي ليه؟ ما يشد شعرك انت. ما شدتهوش، كان فيها عنكبوت كده عملاق وقع مسقف عليها وانا كنت بحاول انقذه منها. وكان هيبخ سم عليها وبعدين يمتص دمها بالبطيء قوي. بس سمع كلام ولادك، احكي لهم قصه تتفهم بدل الكلام الخيالي اللي هم عمالين يقولوه ده. والله شكلك انت اللي وزاهم. انت بتهزقيني يا ساره؟ ماشي. يلا يا بنتي يلا عشان نتمرجح. يلا يا ماما. انا غلطانه ان انا ما خدتش قرار ان اصعد الموضوع من الاول، لكن للاسف انت اللي رفعتي السقف. السقف برضه كان عليه عنكبوت. اسكت خالص، اطلع انت واخوك فوق. ايوه يا مصطفى، مراتك بتتهزق وولادك بيتضربوا وسمعتك بقت زي الزفت، وقت عيش وانت جاي. ايوه اللي بالسمس.
ده كده مشكله يا علي. معنى كده ان انت ما رحتيش الشغل النهارده، واكيد طبعا هيتخصم منك 3 ايام لانك مش مقدمه على اجازه. ده كده ميزانيه الشهر شخرمت خالص يا علي، مش هنعرف ندفع الجمعيه بالشكل ده. طب خلاص انا هبقى اتصرف لما اجي. اقفلي دلوقتي. مع السلامه. سلام. الله، مالك يا درش؟ في ايه؟ داخل جمعيه ب 3000 جنيه، وشكل الشهر ده الميزانيه كده شخرمت ومش هعرف ادفعها. يعني محاسب في الشركه المصريه الاوروبيه اللامحدوده للصناعات الغذائيه وتدوير النفايات وشايل هم الفلوس؟ الله، طب ما تقدم على سلفه يا مصطفى. ومين قال لك ان انا ما عملتش كده يا فالح؟ ما الجمعيه دي علشان اسدد السلفه اللي انا سالفها من الشركه. اقول لك على فكره؟ قول. قدم استقالتك يا مصطفى. ده كلبانه في ساعتك. قدم استقالتك يا مصطفى. انا هقدم المشيئه وربنا بقى يفرجها من عنده، ازاي ما اعرفش. اقول لك على فكره تانية؟ لا كفايه لحد كده، انا بطني وجعتني. انت كنت جاي ليه اساسا؟ عشان تمضي الورق ده. خلاص سيبه عندك على المكتب. طيب ماشي. وهات لي شاي على حسابك. ايه؟ شاي على حسابك. بتقول ايه؟ انت ايه اتطرشت ولا ايه؟ هات لي سندوتشات على حسابك. لا سندوتشات لا، هجيب لك شاي. سلام. افرجها يا رب من عندك. خد يا صعب، دي كرتونة الهدوم اللي جبتها من عند الأستاذة هيام، واللي عندك دي الكرتونة اللي فيها الطقم اللي جبته من النيش بتاع الحاجة كوثر. هو يا الحاجة كوثر حتى الطقم ده في النيش ليه؟ طقم ايه يا راجل؟ ده كبانيه. والله شايفه طقم. طقم، والنبي تقعد ساكت بقى ما تلخبطنيش وانا بعمل الجرد. كده يبقى ايه اللي فاضل يا وديعة؟ يبقى فاضل عمارة 12 فيلا 13، وعمارة 14 فيلا 15، وعمارة 16 فيلا 17. وايه تاني؟ ايه تاني ايه؟ هو دي انت خلصتي على الشارع كله، ده ما فاضلش الا عمارة واحدة. ما دي اللي اتهد. انا اللي حيلي اتهد. بصراحة بقى انت طالعة العيال في الشارع عمالين يروحوا ويجوا ويتفسحوا، وسايباني هنا عمال افرس في الحاجات دي. يتفسحوا؟ وجالك قلب تقول يتفسحوا؟ بقى انت مسمي البرم اللي بنبرمه ده فسح؟ لا يا اخويا خلاص ما تزعلش نفسك، روح انت اقعد ابرم كده اهوت واتفسح وسيبنا احنا قاعدين مع اللعب دي. لا يا وديعة، ما انت عارفه انني ما بحبش الفسح، انا بحب ابقى قاعد، بس انا عندي فكري، انا ممكن اريح شويه وبعد كده لما اقوم هبقى كويس واساعدك يعني. تريح؟ روح يا اخويا نام متعالج حيطه، ما ده اللي انت فالح فيه. انا بقى عايزه الفتره الجايه اركز مع العماره دي، عشان ايه؟ ابتدي كده اهوت اخد اللي وراهم واللي قدامهم. ان ما طلعت على جتتكم البلا الازرق والزعيق اللي كنتوا بتزعقوهولي ما بقاش اني وديعه. ان ما فلستكم ما بقاش اني وديعه. انا لازم امشي من هنا وانا محمله عربيه نص نقل، والا ما بقاش اني وديعه. ده نم الولد يا عماره شؤم. ما تنساش تكتب يجيد القراءة والكتابة. أنا أصلي عايز أعلى بمستوى البواب الجديد. عايز العمارة تبقى مثل يحتذى في المنطقة كلها، والتاريخ يكتب عنها. تاريخ ايه يا عادل؟ احنا عايزين بواب يسيق السلم ويجيب لنا الخضار. ماشي. نتكلم في العمر مثلا. شوفي يا ستي، نخليها من 18 ل 30. متهيالي سن مناسب. مناسب. أنا مش عايزه متجوز. هيجيب لنا بقى زوجة ينبت في قلوبنا حبها، يقوم ينبت في أحشائها ضناها، تاخده وتسيبنا. لا، الذكي هو اللي يتعلم من أخطائه. ايه يا عامل مالك؟ في ايه؟ الكنبة دي مش مريحاني. هاتيلي المنشار والشنيور عشان افكها واركبها تاني. الذكي هو اللي يتعلم من اخطائه. اعمل معروف يا عادل، اخر كنبه فكيتها اتحولت على ايدك لمطبقيه. لا، انا ما اخطأش ابدا. انا اعدت اكتشافها، هي ما كانتش تصلح كنبه اصلا، وهي ما بقتش نافعه مطبقيه اصلا. يلا يا عادل اكتب الاعلان، خلينا نلحق نوديه الجورنال. لا جورنال ايه؟ انا هصوره واوزعه هنا في المنطقه. الشيخ زايد فيها شباب كتير بيدور على فرصه عمل، عشان يبقوا جايين وعارفين مين هو عادل الشرباجي. يبقى ما حدش هيجي يا عادل. لا هيجوا يا زوزو. اما نشوف. اكتب. مش هكتب،
وهيجوا